شباب السلام عليكم. شباب اكو مشكلتين، المشكلة الأولى حارة كلش، يعني لما يقول حارة فدنو ضيم مو حار، اليوم فوق ال 51. الشغلة الثانية اليوتيوب جاي يخرب راسي كلش. تعرفون كل انسان لازم عنده يعني شوية طموح، ولازم يصير له واهس بأي شغلة يشتغلها. من قدمنا المحتوى ما كانت ببالنا الارباح اطلاقا، يعني حتى ما تسويها بالعراق ماشي، بس قمنا ننزل فيديوهات عادي، اذا ما يصير عليه اعلانات عادي. هسه ايش قام يقول لي اذا ظليت تستمر بهاي الفيديوهات اللي مثلا تروج للتبغ وهاي احتمال توقف قناتك. هاي مشكلة ما اخليها طريقة ما سويتها. دائما يقول لي مثلا انتبه، حاول، هو موقف الاعلانات، الفيديوهات اللي تشتغل بها اعلانات اللي نهائيا ما بيكون ترويج للدخان والتبغ بصورة عامة. ارتئيت نص الكلام مالتي يصير بالشارع، وحتى الحكي على الخلطات هم يصير بالشارع، واسوي بين فترة وفترة فيديو كامل على هيجي موضوع، مثلا على مثلا مال النراقيل، اسعار النراقيل، هيجي امور هواي يعني شغلات راح نسوي بيها تعديل. شباب صورت فيديوهين بس ما رفعتن، اللي هو فيديو عن الاصناف جديده مع شركه شربتلي، نزلت اصناف جديده حلوه والله. مثلا علج، جربت علج، هسه راح تشوفون التجربه مالته بالفيديو. جربت علج نسيته، علج برو شركه شربتلي، جربته يعني كلش راقي. بالاضافه جربنا خلطه ميلانو فواكه، خلطة فواكه ميلانو، اتصور هيك، او فواكه ميلانو هيك شيء تعبير. طعم شوية يعني ثقيلة بس طيبة، تدخن يعني يوم بالاسبوع. خلطة ميلانو فواكه بس مدخلين وياها يعني شلون المسك، يعني فشي من المسك، مي ورد قليل، يعني كلش خير، دارسين خير، بس شيء على شيء يعني طيبه. يعني انصح يعني اعطيت تقريبا 75% للفواكه ميلانو، وما يقارب فوق ال 95% للعلج برو، لان شويه عجبني كلش راقي. تقدرون تجربون ذن الباكيتين ما شباب، يعني اشوف هالشيء ممتاز وحلو. تعال هذا بطل يشيل 15 دخل خليك صورة؟ لا دخل خليك صورة. لك ابو درهم مالته وين؟ والله صورني فراس والله ما انطيك اياها، اكثرها ما انطيها والله. قل لي والله موجودة بالقرآن موجودة. وهنا؟ اي موجودة هنا. بس احنا بالكفاح وجاي نسجل قائمة انا وهذا الخير. هذا الخير وينه؟ فد مجهز براس 60 حظ. شلون يجهز تباعه شباب؟ اجيب له قائمة هيك. هنا عدالية بغدادي، وهو خطيه يسمع ويكتب. الطوري فانيلا. اقول لك فانيلا طوري، وينك فانيلا طوري؟ وينك فانيلا طوري؟ شباب هسه بعد ما كملنا مسواق من الكفاح، طبعا راح نروح المركز دندش بشارع فلسطين. هسه احنا تقريبا نص الطريق، شو دقائق هيك ونوصل. شباب شنو اللي اريد اقوله؟ شباب الدولار اثر هواي على الغراض بالكفاح، يعني هسه تقريبا نصف الشركات عدل يعني التكة تطلع فوق ال 10,000 اذا مو 10,000 عراقي، يعني لازم ينباع الواكيت الفوق. حتى العدالة اليوم
يعني قبل ذيك الايام كان ب10 الا ربع، هسه ب10 وربع يطلع من الكفاح، يعني هم 1000 وربع. الدولار اثر بصورة كلش كبيرة على اسعار النراقيل، خاصة الالمانيات والمعسلات. السيطين يوم هذا الحليب ذاك وخوخ، عندك حليب وخوخ جدد بعد شو جاي جديد عندكم؟ عندي جاب لي اياه، لا جاب لي اياه. هاي كابتن. عندكم من زمان نعناع مثلج. العنب جديد واحنا يعني يختلف بطاطيني من يمها النماذج نشوفن. وقلت لكم كل الاصناف، اكو صنف ما نطيتنا اياه من يمه. هذا المعسل ليمون وجوز وجوز وعسل، ليمون وعسل. طيب جربته؟ قالوا عليه طيب. انت جربته؟ جرب خلطة من جرب. والله خلينا نجرب. طب اخذت منه حطيته؟ لا ما الحليب جربته بشرط. كيو ليمون موجود. قديم عندنا. واحد غاد اليوم خلطه بالشوجه، شافني قاعد يخلطه هيل وليل، دزيتها عليك لوحده. هاي جيفارا، هي ما اسمها جيفارا غير اسمها قهوة قرية. اي لا هذا يختلف عن القديم. ما اقول لك لين طلب بالمدينه. البارحة لقيت واحد صاحب الخلفة مال نراقيل بزين يشتري. شباب كملنا مسواق. طبعا النعناع الدندش معروف نعناع كلش قوي، يعني اخذت منه 50 غرام واخذت منه ربع كيلو، بالاضافه كرمنا هم بخلطات ومجربهن. قال اريدك تشيكهن، يعني طيبات. ولد هنا يسوي خلطات كلش معدل وخوش ولد، اسلوبه كلش راقي. طبعا القريب علي يعني مركز دندشاء فلسطين، يعني نصيحة يجي ياخذ له مسواق ويشيك. تجربة خير برهان. الشباب طبعا طلعنا من مركز دندش من شارع فلسطين، هسه راح نروح للأعظمية نجيب تشيبس الكرادة. طبعا الجو ما احكيكم، الجو فوران، كلش حارة اليوم. درجة الحرارة اذا مو 51 52. شباب ذولا احسن ولد يسوون تشيبس بالأعظمية، تقريبا جربتهم كلهم. هو بصف الدجاج، يعني تشيبسهم كلش راقي. شباب طبعا كملنا مسواق، كملنا فرغتنا هسه ببغداد، راح نروح للمكتب بدون غدا وجوعاني. شوف شو نسوي يكون للمكتب، توهم نسوي خلطة لو لا. شباب خلص النهار وتعبنا. طبعا جاي اجرب هسه خلطة هم يعني هم باكيت الثالث صار، بس ما راح اشرح عليه بهذا الفيديو لان راح مطول، وبس لا البعض يعتبره ترويج، وانا حقيقة مو ترويج. يعني المعسلات الفترة الأخيرة نزلتها شركة شربتلي، قاعد تلتجع، عرفت المن هسه. الموضوع بعد مو يم الأصناف، مثلا عليك عندكم نعناع، ليمون ونعناع، باونتاي سوالف. قاموا ينزلون خلطات، يعني باكيت واحد على شكل خلطة، باكيت واحد يصير هو خلطة يعني ينزل. سلامات على محمدي. قوم ابراهيم قوم، وين يعني مصطفى وين دزك يا حبيبي؟ على طار الاعزاز. خرب الفيديو كله طبعا. قاعد يسوون باكيت عندها خلطك كامل، لا تتعب ولا شيء، محترم. الفيديو الجاي راح نحكي على البواكيت، يعني باكيت وطلع قبل، باكيت وطلع قبل،
وهم نسوي لكم خلطات. في امان الله.